فما يوتيوبر عربي اسمه ابو فله. السيد هذا يعمل كل ما يوصل مثلا عدد معين من المشتركين يعمل عمل خيري، مثال يبني مسجد، يبني حاجة يعاون الناس. فأنا وقتها وصلت 1000 مشترك على اليوتيوب، قلت مش نعمل فازة كما عمل أبو فل. هي فذلك جايبها. قلت شنو باش نعمل؟ باش نبني كعبة في تونس معنا. يقولوا الناس يعني علاش يمشيوا للحج، خاصة السعودية تو تستغل برشا معناها في العباد، ملايين يدفعوا الحج ولا يجي يحجوا في تونس. ولا هي حاجة معناها كي جيت خمم فيها بعد قلت شبيني، خاصة أمور الدين هذه ما تدخلش معناها اللي تمس الجانب الديني الواحد ماذا بيه يبعد عليها. فهمتي؟ غلط مرة عرف إنه فما مواضيع ما لازمهاش يتم تناولها لانه فما حساسيه منها. معقول جدا. واضح. وزيد انت وقتها شو انت تو شو عمرك؟ انت تو صغير، خلي معنا هذا 6 سنين و5 سنين التالي. به الحلم نتاعك رامي؟ والله الحلم نتاعي ولا الهدف اللي تحب تحققه معناها؟ هدف كما قلت لك، نحب نوصل تولي صناعة المحتوى هي الخدمة متاعي، هي الحاجة اللي ندخل منها فلوس ونكون كل صباح نعملها. عرفتها؟ كل صباح نكون نمشي نعمل محتوى هكا هو، ما غير ما يكون عندك هكا الضغط نتاع برا امشي اخدم، برا امشي اعمل خدمة، تكون هي صناعة المحتوى هي الخدمة متاعك معناها. خاطر وقتها بالرسم تنجم تركز معاه. خاطر تو مثال مانيش قاعد المحتوى مانيش قاعد حتى لاقي له وقت، هواية فهمت؟ كهواية. معناها تحب يولي هذا خلينا نقولوا المورد الرزق بتاعك ووقتك الكل يولي مخصص لصناعة المحتوى. بالضبط. إن شاء الله بالتوفيق. عايشك. وإن شاء الله بالنجاح في مسيرتك. عايشك. نتصور كان حتى فما التكوين الأكاديمي وعنده دور، خاطر أنت قاعد تمثل في أدوار. أكيد. كلمة أخيرة خليلك رامي. نحب نشكرك على الاستضافة. أكيد فرحان على الآخر لينا موجود لهنا بالرسمي والانترفيو هذا بالرسمي تخيلته في مخي برشا. نتذكر مرة وقتها شفت الانترفيو متاعك مع أمينة الحرباوي، هي اللي هي قرأت معايا وقتها، فشفته على الفيسبوك. دخلت فرجت على الانترفيو بالرسمي، فرحت لها على الآخر خاطر موهوبة على الآخر وتستاهل وكل. لكن وقتها كي شفت الانترفيو بالرسمي تخيلت روحي موجود لهنا وتمنيت، قلت إن شاء الله علاش لا نهار حتى نوصل غادي ونعمل انترفيو. والحمد لله من الحاجات اللي قاعد نتخيل فيها قاعدة تصير في الواقع. فهمت؟ أمرني أنا شفتك بالصدفة. وأنا اللي طلبت منك مش أنت اللي طلبت. أكيد بالضبط. هذيك هي عاد حاجة فهمتي ولا وعليها كنت تتمنى أنك تكون في بلاصة أمينة. المفروض كنت أنت تطلب. أنت حشام شوية. والله مش حكاية حشام، لكن في المواضيع هذه ماذا بيك تخلي صح خدمتك هي اللي تخليك تجي. فهمت؟ وقتها تكون بالرسمي فخور خاطر تقول جابوني على خاطر اني الخدمه نتاعي عجبتهم ولا كذا. فهمت؟ كاك تولي احسن. والحوار كيما صورته ممتع ولا ممتع على الاخر الحقيقه وفرحت على الاخر. ان شاء الله نحب نقدم تحيه، نحب نقدم تحيه بالطبيعه لامي وبابا واخواتي والعائله كل، والناس اللي دعمتني وقفت معايا كل معنا من اللي بديت، واي واحد عاونني بكلمه باهيه بالرسمي نحب نقول وراك انت سبب كبير في اني اليوم ماني مواصل معنا. هذا اول انترفيو. اول انترفيو في حياتي مانيش باش ننساه بالطبيعه. ان شاء الله يكون فهمتي ولا طالع خير عليك ان شاء الله. في الاعوام القادمه نلقاو رامي الحرامي اسم كبير ان شاء الله، اسم كبير بالاعمال بتاعه مش بالصفه. بالضبط. ونستضيفوه لهنا ان شاء الله. يعطيك الصحه وان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله. عايشك.